يحتاج إلى استعداد وتجهيز لكي ننتفع به الانتفاع الأمثل. تجريد النية لله أولا، وتجديدها وإخلاص العمل لله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. كذلك شحذ الهمة وصدق العزيمة. فالعبادة في رمضان تحتاج إلى همة عالية، وعندما يقبل المؤمن على الله بعزيمة وقوة: خذوا ما آتيناكم بقوة إنه لقول فصل وما هو بالهزل. هذه قيمة، وهذه القوة مهمة جدا لهذه المواسم العظيمة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وكان شعار أنس بن النضر: لئن بلغنا الله أو ليرين الله ما أصنع، لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين ما أصنع. وشعار المؤمن: لئن بلغنا الله رمضان ليرين الله ما نصنع، ونري الله من أنفسنا خيرا. لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله البداية. لا تقل أين طريقي، شرعة الله الهداية. لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفاية. لا تقل في الغد أبدأ، ربما تأتي النهاية. كذلك عندما ينوي العبد بصدق ينوي العبادة، فلو ما استطاع، لو ما بلغ، جاءته المنية، حصل مانع، قال الله عز وجل: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل، فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها. رواه البخاري ومسلم. العزيمة الصادقة تولد العمل الصالح. شهر رمضان يعلم المسلم العزم على الطاعة، فإذا عزمت فتوكل على الله. الصيام أصله نية، هو امتناع عن الطعام والشراب والنكاح، أصله النية، صدق في العزيمة، اجتماع القلب على العبادة، التفرغ للطاعة، والعزم على إتيان أبواب العبادات. يعني مثلا القرآن الكريم لمن كان قصر مع القرآن أوراد تتلى